Audio Jungle. الحمد لله كسبنا المعركة يا أستاذ سليم الدين، كسبنا يا طنط صوفيا، كسبنا يا عم مولاي صلاح الدين. الحمد لله يا سمر الدين، لقد وفقنا الله ومن علينا الفوز بالمعركة. لقد أصلنا 30,000 جنديا صليبيا يا مولاي السلطان، وتم أسر جميع القيادات الصليبية من ضباط وأمراء، وقبضنا كمان على أرناط وليزونيان، بس روموند خلع ونفد بجلده. راح طرابلس بعد ما فتحنا له ثغرة يعدي منها. لا يهم، فقد أدى الدور المطلوب منه على أكمل وجه. يا سمر الدين، أحسن معاملة الأسرى وأحضروا المياه المثلجة للملك الخاسر لوزونيان. أمر مولاي السلطان. الآن وقعت في أيدينا يا أرناط، ولا بد من قتلك، فحماقتك وحدها هي من خرقت الهدنة وأشعلت الحرب بيننا وبينكم. قد جرت عادة الملوك على ذلك. لا والله، فأنت وحدك يا أرناط كنت كل العهود. أريد ماء أنا أيضا، أعطني شربة ماء أولا سوف أموت من العطش. خذ كوبي اشرب منه، ولكن دع لي بها بعض المياه. إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني، فأنا لم أعطه الماء، إنما أنت من أعطاه الماء، فلا أمان له عندي. الرحمة يا صلاح الدين. ها هي حياتك الخبيثة تنتهي على يدي، وها أنا ذا أنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنزعجوا يا سادة، فإنكم لستم كهذا الوقت، وليس من عادة الملوك أن يقتلوا ملوكهم، أما هذا فقد تجاوز حده، وقد وعدت أن أقتله مرتين من قبل. وماذا ستفعل حين يعود ريموند وباقي الفرسان من طرابلس ويقضون عليكم، ويتحول انتصارك وحصارك لأورشليم هذا لهزيمة كبرى؟ عندما رأى ريمون جيش المسلمين وقوته، كتب إلي وعرض علي الولاء والخضوع، وقال لي إني أملك طبرية أنزل عليها واستولي على قلعتي، وأنا أتركها لك فتقوى بها على الصليبيين وتضعف قلوبهم، وطلب سلاما منفصلا، وقد أعطيته ما أراد. إنه جبان وخائن وليس له ولاء للحملة الصليبية. فولائك التام لفرسان الهيكل فقط، أليس كذلك يا لوزونيان؟ يا سليم الدين. نعم يا مولاي السلطان. أحضروا الأسرى من فرسان الهيكل وأعرضوا عليهم الإسلام، فمن أسلم نجا ومن رفض قتل، فيجب أن نطهر الأرض من هؤلاء الأفراد، فقد خلعوا زيهم الديني وارتدوا بدلا عنه زيهم العسكري، ودائما يخلفون العهود والمواثيق مع المسلمين. إنه كذب وافتراء، ففرسان الهيكل هدفهم واضح ومحدد، وهو حراسة طرق الحج المسيحية على طول سواحل يافا إلى أورشليم، وحماية الحجيج المسيحيين القادمين من أوروبا من أي خطر أو قاطع طريق. ومين المجنون اللي يصدق إن 9 فرسان بس وفي سن ال40 كمان هيقدروا يحموا قوافل الحجاج المسيحيين على طريق طويل عريض من يافا إلى القدس؟ دي حجة هايفة، وباينة قوي إنها غطى لحاجة أكبر من كده بكتير، بتخططوا لها في الضلمة. صوفيا، خديه من هنا وحطيه على برنامج كشف الكذب، وعاوز معلومات مفصلة عن كل فرسان الهيكل، أساميهم وعناوينهم. حاضر مستر سليم. تعالى يا سمر، عملت إيه في المهمة قوي اللي بعتك تعملها؟ مش انت كلفتني يا قائد اشوف لك حل لمشكله اشعه الشمس القويه اللي بتوجع عيون جنودنا، ومش مخليهم يشوفوا كويس حتى بعد الظهر؟ انا بقالي 5 ايام بلف انا والفرسان حوالين سور المدينه عشان الاقي مكان تكون اشعه الشمس فيه خفيفه وينفع جيش المسلمين يعسكر فيه. ولقيت مكان مناسب بعد ده كله؟ ايوه طبعا، مفيش غير السور الشمالي عند العمود وكنيسه صهيون، ده انسب مكان. وعاوز اقول لك ان سور المدينه هناك ضعيف ومش قوي، وبكام ضربه بالمنجنيق نقدر نفتح فتحه في السور في فتره بسيطه. تفتكر يا سمرة قوة المنجنيق تقدر تخترق الأسوار القوية دي ونقدر نسترجع القدس مرة تانية؟ اسمع مني بس يا قائد وما تخافش، أرض العرب للعرب ومش لغيرها، والمعتدي لازم يعود ندمان. عاوزك تبعت رسالة لأهل المدينة وبلغهم إنهم كلهم آمنين، واللي عاوز منهم يرحل مع أهله وماله ويخرج بره القدس يخرج سالم آمن. عملنا كده ورفضوا تسليم المدينة والاستسلام بسهولة، وفي واحد اسمه بليان هرب من معركة حطين واستخبى في القدس،
وبعت رسالة تهديد ومكبر الموضوع قوي وعاوز يحاربنا. وكان مكتوب فيها ايه الرسالة دي؟ مكتوب فيها انه هيقتل كل اسرى المسلمين اللي في القلعة، وهيقتل النساء والاطفال عشان ما يبقوش رهاين عندنا، وهيدافع عن القدس باخر جندي معاه لغاية ما يخلص على جيش المسلمين او يولع في المدينة. السلطان صلاح الدين اقسم انه هيفتح بيت المقدس ولو بحد السيف. روح تاني يا سمرة بنفسك وقرر عرض الاستسلام، لان بصراحة مش عاوزين نستخدم العنف ضد مدينة ليها حرمة مقدسة عند المسلمين والمسيحيين زي بعض. ولو رفضوا يا قائد؟ ما قدامناش ساعتها بقى الا تحرير بيت المقدس من ايد الصليبيين. لا تمسوا أهل بيت المقدس بسوء، ولا تمسوا المقاتلين أيضا، وأشهد الله وأشهدكم أني قد عفوت عنهم جميعا مقابل فدية صغيرة تفرض على من يبقى في المدينة، واسمحوا لهم بالذهاب لأي مدينة يريدونها. فلقد تحقق حلمي الآن، وحررت بيت المقدس بفضل الله من أيدي الفرنجة الصليبيين. الحمد لله يا مولاي، انت مش بس حققت حلمك لوحدك، انت حققت حلم كل المسلمين. بس ليا طلب صغير عند سموك يا مولاي. تفضل يا سليم الدين، اطلب، فاليوم عيد وكل طلباتكم مجابة. انا طالب من سموك لو تسمح اسقاط الفدية عن الأسرى الفقراء، فهم لا حول لهم ولا قوة. والشيوخ والأطفال والنساء والأرامل. سوف أسقط الفدية عن كل شيخ كبير وكل امرأة عجوز وكل من لا يستطيع دفع الفدية. سوف أطلق سراح كل أسير متزوج، وامنح الأرامل واليتامى العطايا من خزائن الخاصة كل حسب حالته. سيدي صلاح الدين، إن عطفك وسماحتك على النقيض تماما من أفعال أعدائك، فأنت مثال للمسلم المتسامح الذي يعفو عن من أساء إليه بل وتحسن إليه أيضا. ولغاية هنا مهمتنا انتهت، ولازم نمشي من القدس ونكمل رحلتنا، لأن رحلتنا لسه طويلة. لقد وعدت ووفيت يا سليم الدين، أنت ومن معك، ولكن لكم عندي مهمة أخيرة قبل رحيلكم.